اختبارات تحليل شخصية عن طريق الصورة. قولي أول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي ايه؟ في الاختبار ده هيعرفك ازاي تدعم نفسك. بص للصورة كويس قوي وقولي شفت فيها ايه. لو أول حاجة شفتها هي الفتاة وأوراق النخل، معناه انك انت أحيانا أو في كتير من الأوقات ميال كده انك انت تقلل من شأن نفسك. حاول كده تحلل معتقداتك عن نفسك. أفكارك بتبقى عاملة ازاي لما بتيجي كده تخطط لحاجة؟ هو انت متعود تقول لنفسك أحسنت واستمر في العمل الجيد ده، وحتى بتقول لنفسك انك انت هتنجح، ولا دايما عندك شك وبيجي على بالك كده ايوه انا دلوقتي هدمر كل حاجة زي ما انا متعود دايما؟ لو كان الامر كده فانت متعود انك انت تركز على الحاجات السيئة في الحياة، واستخدمت كده تشويقها المعرفي اللي بيسمى التعميم، وده بيأكد ان محاولاتك الكتيرة الفاشلة هتتكرر تاني وتالت ورابع. بس في الواقع دي مجرد افكار مش حقيقية، لان مفيش اي حاجة بتدعمها. دي حيل كلها من دماغك الكسول واللي ميال كده ان هو يعمم كل شيء، بيلخص كده التجارب السيئة وبيسترشد بيها. من الافضل وعلى الاقل كده انك انت تعتمد على شيء بدل من انك انت تقف بالمجهول. في اللحظات دي والمفيد ليك عن طريق منهج كده واعي، اشرح لنفسك ان الاخطاء اصلا جزء من الحياة ومش ممكن ان احنا نستغنى عنها. هتساعد نفسك ازاي؟ اكتب كده كل معتقداتك السلبية عن نفسك وحللها كويس. احتمال كبير قوي ان معظمها يكونوا مش بينتموا ليك، وفي الغالب هي اتشكلت عندك كده في مرحلة الطفولة من البالغين مهمين عندك، زي مثلا الاب والام، وانت امنت بيها ولسه لحد دلوقتي مؤمن بيها. على الرغم ان اول حاجة مش ممكن لحد ان هو يعرف كل شيء عننا حتى اهالينا نفسهم. وتاني حاجة الناس بتتغير وبتكتسب مهارات وقدرات جديدة طول حياتهم. كون معتقدات جديدة عن نفسك عن طريق كده نقط قوتك، حاول كده تزرعها بنفسك بانك انت تقرأ كل يوم. الطريقة دي هتكون كده زي داعم ليك. اول حاجة شفتها هي شكل الشلال اللي بيتكون من شعر الفتاة. انت ميال انك انت تستخدم عاطفة الكمال. الكمالية هي السعي وراء المثل في كل شيء. انت عاوز ولا حاجة غلط، وعاوز كل حاجة تكون كاملة جدا، وانك انت تعمل كل شيء على اكمل وجه، وطبعا تكون راضي عن الحياة. وهو ده بقى المكان اللي فيه الفخ. وايه اللي هتعمله علشان خاطر كل حاجة تبقى مثالية؟ ممكن طبعا تنجح، بس نادر جدا انك انت تبقى راضي. كل مرة بتيجي على بالك الفكرة بتقول كده لنفسك لا انا ما حاولتش كفاية، كان المفروض اعمل اكتر. الموضوع محتاج بذل جهد غير طبيعي علشان خاطر توصل كده للكمال المتوقع. انت ممكن تكون عندك كده منصب جيد او حتى دخلك المالي كويس جدا، البيئة بتاعتك رائعة، بس المشكلة ان نادر انك انت تفرح بكل ده. وفي الغالب بيقولك الناقد اللي جواك ان في حاجة ناقصة. لو كنت متعود على عقلية الكمال فانت عندك حاجة كده معرفية اسمها يجب. المطلوب منك انك انت تاخد شوية وقت وحرفيا كده تمسك ورقة وقلم وتركز على كل لحظة، زي مثلا انك انت ساعدت والديك او لاي حاجة بتعملها. ولو كان في عندك شعور بس اللي هو بيقول لي لابد لي ذلك، حاول انك انت تغير التفسير لانني اريد ذلك. الطريقة دي هتريحك من عبء المسؤولية الهائل، وبيخليك تعرف ان افعالك هي رغباتك الخاصة. لو شفت نهر عاصف وصخور، انت ميال انك انت تتجاهل الايجابي في حياتك. يسمى كده التشوه المعرفي. زي مثلا انا كملت مشروع عمل مهم، او كملت اصلاحات، او اخترت هواية كده ممتعة لطفلي، فانت بتاخد ده كأمر كده مسلم بيه، وتقول لنفسك هو ايه الغلط في ده؟ دي اصلا واجباتي. وكتير كده من الخيارات لما بتسمع المجاملات في عنوانك او عنوان عملته تحس بالاحراج وبتستجيب للامتنان. مفيش مفر. كل ده وكتير بيساعدك انك انت تتجاهل الجهود. نتيجة لده ممكن يؤدي الموقف ده اتجاه نفسك باللامبالاة وعدم الرغبة الكاملة انك انت تعمل اي شيء. وبعدين احساسك زي اللي بتكون كده بتعمل الحاجة بالاكراه مش بارادتك ابدا. انت محتاج للشكر. ابدأ بسرعة انك تنتبه للي عملته وكافئ نفسك على ده. في معالج نفسي كده امريكي اقترح تمرين بسيط بس فعال جدا. خلي معاك دايما كده نوت بوك صغيرة واكتب انجازات اللي انت بتعملها كل 3 أو 4 ساعات، وقول انا مش بطل علشان خاطر احقق
كل شيء في كل الأوقات. اطبخ كده لكل أفراد أسرتك، روح مثلا السوبر ماركت، نظف الشقة، حتى لحظات العمل اليومية شيء كده بتعمله شخصيا لنفسك. كل اللي فات ده كله مميز. علشان خاطر تعرف أهمية ده، تخيل كده معايا ايه اللي هيحصل لو انت ما عملتش ده كله. ركز على اللحظات الإيجابية علشان خاطر دي هتكون داعم كبير جدا ليك. قولولي في الكومنتات شفتوها ايه.